ازيكم عاملين ايه؟ وحشتوني جدا. تعالوا النهارده نعمل مع بعض الدوناتس بطريقه سهله جدا وبطريقه ناجحه جدا. يلا نبدا ونشوف هنعمل ايه مع بعض. في الاول كده معانا كوبايه لبن تكون دافيه مش مغليه، دافيه اللي هو الحليب يعني. هنحط عليها معلقه كبيره خميره، معلقتين كبار من السكر، ونقلبهم ونسيبها بقى على ما نشوف باقي المكونات بتاعتنا. بس يعني مش هسيبها كتير عشان انا متأكدة من نوع الخميرة بتاعتي، لكن لو انتي مش متأكدة لازم تتأكدي تستني لحد ما تفور وتتأكدي ان الخميرة شغالة. هنيجي بقى معانا في العجان، ممكن بايديكي مفيش مشكلة، بيضتين هنحط عليهم معلقة صغيرة من الفانيليا وهنقلبهم نضربهم بالشكل ده. بعد ما ضربناهم بالشكل ده هنحط بقى كوباية اللبن اللي فيها الخميرة والسكر. شايفين بدأت تعلى ازاي وتفور؟ هنزل بيهم ونقلبهم مع بعض. هننزل عليهم بقى بربع كوباية من الزبدة، ممكن تستخدمي زيت او سمنة مفيش مشكلة. نقلب برضو. وهنا الخليط بتاعنا هيكون جاهز بالشكل ده. ننزل عليه بقى بكمية الدقيق. معانا 4 كوبايات من الدقيق، ممكن تحطي 3 كوبايات ونص وتشوفي العجينة بتاعتك. ما تحطيش 4 كوبايات مرة واحدة علشان نوع الدقيق بيختلف من نوع لنوع. بس انا مستخدمة الدقيق ده قبل كده ومتأكدة من المقادير بتاعتي، فنزلت ال4 كوبايات مرة واحدة. تمام كده. لازم طبعا ننخلهم بالشكل ده، وبعدين هزود عليهم نص معلقة صغيرة من الملح. تمام كده. نرجع بقى للعجان ونخلط كل الحاجات دي مع بعض. نعجن بقى. ممكن تشتغلي بايديكي عادي جدا، العجينة سهلة ما فيهاش اي مشاكل. هزود بس معلقة كبيرة من اللبن. نعجن بقى كويس جدا. شايفين العجينة اتلمت ولمت لي كل اللي في العجان. العجينة ناجحة جدا وشكلها حلو قوي. شايفين قوامها عامل ازاي؟ بتكون طرية وفي نفس الوقت مش بتلزق. شايفين؟ هلمها بس بالشكل ده. شايفين قوامها حلوة جدا. هنغطيها بقى ونسيبها تختمر. بس قبل ما نغطيها هنحط نقطة زيت من تحت في العجان بتاعنا او في الطبق اللي هتسيبيها تختمر فيه. نقطة زيت كده من تحت ونحط العجينة ونقطة زيت برضو من فوق. نغطيها كده ندهنها وخلاص. هنسيبها بقى نغطيها ونسيبها تختمر. اخدت معايا حوالي ساعة وكانت اختمرت. هنا بعد ما اختمرت بقى هنيجي نكورها بالشكل ده وبعدين هفردها. هنفردها بس مش هتكون رفيعة، هتكون سميكة شوية. هوريكم دلوقتي سمكها هيكون عامل ازاي. هنفردها بالشكل ده زي ما انت شايفة. هنجيب بقى القطعات بتاعتنا. انا هستخدم القطعات المدورة دي، ممكن تستخدمي كوباية، ممكن تستخدمي اي حاجة مدورة عندك. والقطعة الصغيرة دي ممكن تستخدمي قاطع ازازة مفيش مشكلة يعني. استخدمي المتاح. هنقطعها بالشكل ده. القطعة الكبيرة دي هعمل بيها الدونتس المتفرغ من جوه، والتانية اللي لونها اخضر اصغر شوية دي هعملها اللي هي المقفولة. طبعا الحاجات الزيادات اللي هنشيلها كلها هنكورها ونعملها مرة كمان. هنا هتجيبي اي حاجة صغيرة زي ما قلتلك كده، وهنعمل الدايرة اللي بتكون في النص علشان نعملها متفرغة. والكور الصغيرة دي عايزة اقولك ان استخدميها زي ما هي كده، هيطلع معاكي حلوة قوي، هتبقى طعمها زي الزلابية بالظبط. نقطة تانية عايزة اقولك عليها، علشان انتي لما بتسيبي
بعد ما بتقطعيها كده عشان تقطعي الكمية كلها بتلاقيها لزقت شوية كمان، فيستحسن ان انتي تعملي الدايرة تضغطي بيها لتحت لحد ما تتفرغ كلها، مش بيكون في حتة لسه مش متفرغة كويس. علشان كده انا رجعت مشيت عليهم كلهم تاني. فتضغطي الضغطة بتاعتك جامد لتحت كده عشان كلها تطلع من العجينة. هنشيل بقى الزيادات دي كلها، وبعد ما نشيل الزيادات دي هنكورها، وزي ما قلتلكوا هنشتغل بيها مرة كمان. هظبطها لو في اي حاجة، علشان انا لما ضغطت عليها ضغطة كمان كان في زيادات مش متظبطة، فهمشي عليها كده اظبطها بس. يبقى احنا من الاول نضغط عليها ضغطة جامدة علشان نخلي الشكل يكون طالع معانا كويس، وفي نفس الوقت تكون مقطوعة من العجينة كلها. دلوقتي بقى معانا ورق زبدة مقطعاه مربعات صغيرة كده، شايفين سمك العجينة عاملة ازاي؟ ده السمك اللي احنا عايزينه. هنحط كده واحدة واحدة على ورق الزبدة. الخطوة دي بتسهل معاكي وانتي بتسويه. لو مش عايزة تستخدمي ورق الزبدة ممكن تحطيها على اي كيس بلاستيك، وبعدين هترفعيها من الصينية. وهنا شكل الكمية بتاعتنا كلها بعد ما خلصناها. هنسيبها بقى تختمر مرة كمان، وده شكلها بعد ما اختمرت. هنيجي بقى معانا زيت سخن غزير، هنسخن الزيت كويس، وبعدين هننزل كده بالقطع بتاعتنا. شايفة انا بسيبها بورقة الزبدة، بس انتي لو هتحطيها على من غير ورقة زبدة يبقى لازم ترفعيها وتحطيها كده بالراحة، بس طبعا بالراحة وانتي بتستخدميها علشان طبعا صوابعك هتطبع مكانها، فيكون بالراحة وانتي بتشتغلي بيها. بس لو انتي حطيتيها على ورق الزبدة بالشكل ده هتحطيها بورقة الزبدة، واول ما ورقة الزبدة بتلمس الزيت بتتخلع لوحدها منها، هتاخد لون من فوق ومن تحت بالشكل ده، وهنروح مطلعينها. في الاول الزيت بيكون سخن، وبعدين بتهدي النار علشان الزيت يكون درجة حرارته متوسطة. وهنا الكمية بتاعتنا كلها كانت خلصت، في كام واحدة بس خدوا لون كده شوية، مفيش مشكلة. تعالوا بقى نزينهم. معانا دي الكور اللي هي مقفولة، هاجي بالسكينة كده واعمل فيها فتحة، وبعدين احطها في سكر. ده سكر عادي جدا اللي هو بتاع الشاي، اللي هو سكر سنترفيش العادي المعروف يعني. هنحطها كده في السكر بتاعنا. هعمل كل المدور بالشكل ده، وهاجي بقى معايا هنا كريم شانتيه حطيته في القمع بتاعي، وهحطه بالشكل ده جوه الفتحة اللي فتحناها. هعمل الكمية كلها بالشكل ده. نيجي بقى هنا للمدور المفتوح، هنحطه في الشوكولات كده. دي شوكولاتة عادية سيحتها في الميكروويف، ممكن تسيحيها على حمام بخار. هنحطها بالشكل ده، وهنحطها بقى علشان الشوكولاتة تمسك شوية. بس انا هنا زودت في 3 كده، حطيت عليهم سبرينكل. تحطي السبرينكل والشوكولاته لسه ما جمدتش على الدوناتس بتاعتك. وبعدين هنا الشوكولاته بيضه سيحتها برضو، حطيتها في كيس حلواني وعملت بيها خطوط كده بالعرض، وهرجع اعمل عليها خطوط بالطول بالشكل ده. تمام، وكده هتبقى الكمية بتاعتنا كلها جاهزة، نقدر نقدمها على طول، مفيش اي مشكلة. تعالوا بقى نشوف عملنا ايه النهاردة. عملنا الدوناتس بتاعتنا المقفولة، حشيناها كريم شانتيه، ممكن نحشيها قشطة، ممكن نحشيها شوكولاتة، مفيش اي مشكلة برضو براحتك. والكور الصغيرة دي على فكرة برضو حطيتها في السكر، طعمها كان حلو قوي. وهنا الدوناتس اللي عليها سبرينكل. عايزه اقولك جربي الدوناتس دي في البيت، هتفرحي بيها اولادك جدا بامانه. انا ولادي بيحبوا الدوناتس قوي، فاعمليها في البيت بمكونات سهله وبسيطه، واعملي اي زينه متاحه عندك. يعني مش لازم اللي انا عملته تعمليه، ممكن اي حاجه بسيطه موجوده تعمليها. ممكن كمان ياكلوها ساده كده، او لو عليها حبه شوكولاته سايحه بس من غير اي زينه عليها، ممكن بس تحطيها في السكر بتاعك وتقدميها. حاجه بسيطه قدميها لاولادك في البيت وهيفرحوا بيها جدا. كده الفيديو بتاعنا النهارده يكون خلص. تعالوا بس نشوف شكلها من جوه عامله ازاي بعد ما نقطعها. بصوا شكلها، تعالوا نفتحها كده ونشوفها عامله ازاي من جوه. بس الكريم شانتيه وقعت، مفيش مشكله، مش هنتاثر. شايفين عامله ازاي من جوه وطريه ازاي، حلوه جدا، العجينه مظبوطه جدا.
معلش بس الكاميرا كانت مشوشة شوية في الفيديو ده، في اللقطة دي يعني مش عارفة ليه. ما خدتش بالي بصراحة غير وانا بمنتج دلوقتي. تعالوا نفتح التانية كده ونشوفها. شايفين يا جماعة عاملة ازاي؟ حلوة جدا، طرية جدا وهشة جدا. شايفين قوامها حلوة قوي، العجينة مظبوطة جدا. تعالوا كده لما نضغط عليها هترجع معاكي بالشكل تاني، مش هتتعجن. شايفين لما بضغط عليها بترجع تفتح معاكي تاني. لو عجنت هتلاقيها كده مش مستوية، لكن هي بترجع تاني، معنى كده ان هي مستوية حلوة قوي. وهنا ممكن تقدميها في علب كده وتبيعيها، لو انتي بتعملي مشروع تبيعيها بالشكل ده. وكده الفيديو بتاعنا يكون خلص. ما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب وتفعلوا الجرس، واشوفكم المرة الجاية في حاجة جديدة نتعلمها سوا. باي باي.